مبروك يا اسطى، انت عملت فيديو عالمي بس العميل بتاعك مش مبسوط. انا احمد مأمون، سينيور مالتي ميديا ديزاينر، وتعالى اقول لك ليه ده بيحصل. اللي حصل يا صاحبي انك اهتميت بالحركات والانتقالات والساوند افكتس والصوره ماشيه مع المزيكا بالمسطره، بس انت سقطت حاجه قد كده، الستوري يا اسطى او المسج اللي العميل عايز يوصلها من خلال الفيديو بتاعك. لا انا جاي ادفع لك عليها فلوس اساسا. العميل مش بيشتري منك فيديو شكله حلو وبس، العميل بيشتري منك فيديو بيعرض خدمه فيه، يعني بيقول للناس تعالوا انا هنا، وده بيكون اسمه سيلز، او بيعرف الناس على خدمه جديده، وده بيكون اسمه اويرنس، او بيعلن عن حاجه جديده، وده بيكون اسمه اناونسمنت. لو فكرتك مش بتوصل المسج اللي العميل عايزها، الموشن والفيديوز والحاجات اللي انت بيطلع عينك فيها دي هيبقوا مجرد دوشه بصريه، والمشاهد هيبقى بيتفرج كده وخلاص. فيديو شكله حلو، تعبت وطلع عينك ويمكن دفعت فلوس كمان، بس للاسف مالهاش لازمه. عشان كده قبل ما تفتح بريمير او افتر افكتس او حتى كاب كات، اتعلم ازاي هتبني الفكره اللي تبيع. انت مش بس فيديو اديتور او موشن ديزاينر او ايا كان ايه التايتل بتاعك، انت لازم تكون الاول بياع، وبعدين تشوف ايه الميثود او الطريقه اللي هتوصل بيها المسج دي ايا كانت ايه هي. عشان كده قلت لك حتى لو كاب كات. علشان كده اعمل فولو عشان هقول لك في الفيديوهات اللي جايه ازاي تعمل فيديو بيبيع بجد.